بسم الله الرحمن الرحيم. والدوري المصري الايجيبشن ليج ابتدى. اول مباراه الاهلي والشرقيه امبي. بقى لنا اكتر من 3 شهور مستنيين الاهلي لان الاهلي وحشنا. بس امبارح هم سدوا نفسنا عن كل حاجه العاده. انا لا هكلمك على ماتش ولا هكلمك على تشكيل ولا هكلمك على اي حاجه. اول حاجه لازم اتكلم عنها الاول هو طاهر محمد طاهر. انا هموت واعرف نفسي بس يعني احضر التمرين اعرف هو بيعمل ايه في الماتش. يعني هو بيعمل ايه في الماتش. يعني انا عمري في حياتي ما شفت لاعب لعب في الاهلي 3 4 سنين عليه اجماع من الجماهير كلها ان هو ما بيعرفش يلعب كوره اصلا. هل هو انتم مسجلينه مثلا في لعبه تانية، لعبه يد مثلا او سله، مش لاقيين له مكان فبتلعبوه كوره، ولا ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. يعني انا مش فاهم. ولا بيعرف يستلم، ولا بيعرف يرقص واحد لواحد، ولا سريع، ولا حتى الفينش بتاعه كويس، ولا التحركات بتاعته كويسه. بيلعب كوره ليه؟ يعني هو بيلعب بقاله 3 سنين بيلعب، والمشكله ان كل مدرب يجي يبتدي معانا من الاول وجديد. يعني بيبتدي من نقطه الصفر، يلعب مثلا 10 15 ماتش في الدور الاول كله، وبعدين يكتشف ان طاهر محمد طاهر ده بلح وما بيفهمش كوره، وبعدين يقعده، وبعد كده يومين 3 النتائج بتاعته تبوظ طبعا بسبب ان هو بقاله 15 ماتش عمال يخسر بسبب طاهر محمد طاهر. هنمشيه ونجيب مدرب جديد يشوف طاهر في التمرين بيقول جي سوي الام ليزو والكلام اللي هو بيقوله ده، يقوم يلعبه تاني ماتش ويفضل يلعبه 5 6 ماتشات، وبعدين يكتشف ان هو ما بيفهمش كوره وانه بيلعب ناقص لاعب، وهكذا وهكذا. وبقالي 3 سنين في الدوامه السوداء دي. طيب بعدين دلوقتي المفروض ان احنا نعمل ايه بقى دلوقتي؟ يعني احنا المفروض ان احنا نقعد نتفرج على الاهلي 3 سنين ورا بعض بيلعب نفس الكوره بنفس اللعيبه؟ يعني حتى الانتدابات الجديده اللي احنا جبناها كلهم شبه بعض، كلهم شبه بعض. انا حاسس ان انا لو قلعت الماسك بن جديده ولا الواد الثاني ده ولا بكرار ولا الكلام ده، هتلاقي محمد شريف وهتلاقي الشباب دول. ده اول نقطه كنت عايز اكلمها. ثاني نقطه كنت عايز اتكلم فيها هي نقطه المدرب المغربي حسين عمود. اول حاجه انا اكتشفتها من الموضوع ده ان احنا كمصريين ما بنحبش بعض وما بنحبش الخير لبعض. ليه؟ لان الحسين عموته ده مش جاهبه. يعني احنا مش جايبين جوزيه مورينيو ولا جايبين اي حاجه. بكره هتشوف لما يلعب مدربين مصريين من المدربين المخضرمين زي علي ماهر ولا احمد سامي ولا عماد النحاس ولا اي حد من الجماعه دول، هتشوف هيعمل معاهم إيه. يعني هو عنده ميزه اضافيه، السكواد بتاعه اقوى سكواد، وفي نفس الوقت هيتغلب وهيتلعب عليه كوره. انا عارف ان حسين عموته هو ما عندوش اي حاجه خالص يقدمها للنادي الاهلي. طب ايه رايك كنا نجيب مدرب اجنبي يعني؟ لا، ما كناش نجيب مدرب اجنبي. احنا ندي فرصه للمصريين بقى. يعني ندي فرصه للمصريين زي ما احنا قعدنا نحارب من 2014 ان بعد حسن شحاته يجي حسام حسن، وقعدوا يجيبوا لنا مدربين في مدربين اجانب في مدربين اجانب في مدربين اجانب. وصلونا ان احنا قعدنا فتره ما نروحش كاس العالم، ما نروحش كاس افريقيا، و... وفي نفس الوقت وصلونا ان احنا بقينا تصنيف في الزباله يعني، بعد ما كنا تصنيف اول في افريقيا. وفي الاخر اقتنعوا، ومش اقتنعوا كمان، ده يعني جالهم بامر من الرئيس نفسه ان المدرب يبقى مصري لانها مش فارقه. ولما فعلا جاب حسام حسن هم كانوا جايبينه بس كان عشان بس ان هو حسام حسن ده اللي انتوا عايزينه خدوه اهو، وماتشين 3 وهنمشيه وهنجيب السبوبه الجديد. تمام. فحسام حسن كشفهم وكشفهم، والمدرب المصري هو عارف يطلع من اللاعب المصري ازاي. يعني بيعرف يكلمه باللغه بتاعته. اللاعب المصري مش امهر لاعب في العالم، مش اسرع لاعب في العالم. اللي كان بيميز الجيل بتاع مصر، سواء الجيل بتاع 2006 2008 2010 او اللي قبل كده حتى بتاع 98 او بتاع 86، هي الروح والجماعيه. الروح والجماعيه، لان احنا مش احسن فرقه ومش عندنا اكتر ناس محترفين ومش عندنا امهر ناس، ما احناش البرازيل يعني. بس مشكلتنا هي اننا ما بنثقش في بعض. احنا كمصريين ما بنثقش في بعض. تمام. احنا عندنا الاجنبي حلو، الاجنبي حلو. طالما الاجنبي بيتكلم انجليزي او بيتكلم فرنساوي او روسي يبقى هو كده يعني احسن من مصر. يعني دي لعبه كوره، يعني احنا بنلعبها من ساعه ما كنا في اللفه يعني. نلعب كوره يعني، ده كوره مش علم حديث. واللي يقول لك ده علم وتكتيك وتكتيك ده ما فهمش اي حاجه. هي كوره. انا ممكن اعمل لك 3 2 4 5 مش عارف كام، واقعد اقول لك الوينجات تروح والوينجات تيجي وتنزل الملعب، ما فيش اي لعيب بيعمل الكلام الفاضي ده. انما انا ممكن اقول لك العب برجوله، اقف مكانك، آه،
ما تتحركش من مكانك، ما تسيبش مكانك وتمشي. كل لعيبه هوجهه يسمع الكلام، وفي الاخر اعمل نتيجه كويسه بشويه لعيبه اقل مهاريا من اي فرقه تانيه. وده اللي كنا بنعمله طول عمرنا. فالحسين عموته انا شايف ان التجربه دي تجربه فاشله، تجربه فاشله. وبس كان الهدف منها ان احنا ما نجيبش مدرب مصري، لان المدرب المصري اللي كان هيجي كان هيوقف موضوع السبوبه بتاعه المدربين الاجانب من الاخر كده، عشان بس نبقى على بلد. يعني الحسين عموته زيه زي كولر، زي اللي قبله، زي اللي قبله، زي اللي قبله، كلهم زي بعض، مفيش اي حاجه مختلفه بينهم وبين بعض. طيب نيجي بقى الماتش امبارح. ماتش امبارح بدينا الماتش اسوأ بدايه لدوري ممكن تبداها في حياتك. الناس رايحه ولابسه ومستحميه وقاعده مستنيه ماتش الاهلي بقى لنا يجي شهرين ثلاثه، عشان ننزل بقى نلاقي تغيير وحسين عموته ومش عارف مين ومهاجمين جداد والجزائري والمغربي ومش عارف تشكيله. بص، المفروض ان التشكيله دي على الورق تطلع نار، مش تلعب كوره. تنزل الملعب نفس اللي بيحصل بقالنا 3 سنين. محمد هاني هو محمد هاني، المدافعين هم المدافعين. بس انا عندي تعليق صغير كده على كل لعيب. يعني اول حاجه مصطفى شوبير. مصطفى شوبير خلاص هو بيفكر في الاحتراف دلوقتي، وانا شايف ان مصطفى شوبير حارس متوسط، مش حارس عالي قوي، مش احسن حارس ممكن كل مره على الاهلي يعني. واي نعم حظه كويس ان هو لعب في فتره كاس العالم اللي احنا عملنا فيها انجاز تاريخي. ده بالنسبه لمصطفى شوبير. بالنسبه ل محمد هاني، محمد هاني انا باعتقادي، وده رايي من زمان، انا عارف ان ناس كتير هتقولنا محمد هاني ده من افضل باكات رايت اللي جت في تاريخ مصر. اي نعم ليه غلطات وغلطات كتير، بس ده اللي موجود، وده احسن لاعب موجود في مصر كي يلعب كباك يمين. هتقعد تقول لي بقى مش عارف مين، مش عارف، هو محمد هاني احسن لاعب موجود، بس هو محتاج مدرب واقف له على الخط يشوفه لما بيسرح. لان مشكله محمد هاني ان هو بيسرح كتير، بينسى نفسه مع الهجمه، وساعات يطلع قدام ما يغطيش، والتغطيه العكسيه بتاعته مش اي. بس الحاجات دي كلها اتطورت. اتطورت بعد قد ايه؟ بعد كتير قوي. احنا لسه لحد من يومين كنا بنقول عليه ناشف وهو خلاص عدى ال 30. طيب نيجي بقى لهادي رياض. هادي رياض هو فعلا هادي اسم على مسمى. يعني ايه اسم على مسمى؟ يعني ابطا مدافع انا شفته من ساعه ما وعيت على الاهلي من 98 وانا بشجع الاهلي. ما شفتش مدافع بطيء زي هذا الرياض. فده يلعب ليه؟ يعني اولا كورته مش حلوه، يعني مش محمد عبد المنعم هيطلع بالهجمه ثانيا مش طويل، يعني مش 190 مثلا نقول عليه ده طويل، كرات عاليه. ثالثا بطيء بطيء بطيء، لعيب بطيء. يعني لو اي حد كلفته بسرعته خلاص كل سنه وانت طيب، راح هو والجون خلاص. فاحنا محتاجين مدافع يكون يلعب كرة كويس، يعني كورته كويسه وفي نفس الوقت سريع. تمام. الجزار، بالنسبه للجزار انا شايف ان اللي قتل الجزار او وقع الجزار هم المدربين اللي فاتوا. ليه؟ لان الجزار طبعا جاي من المحله فلاحين، واحنا طبعا بنلعب في الاهلي لازم كلنا نكون كوميونتي واحده. ما ينفعش واحد فلاح يجي يلعب في الاهلي. ده اللي انا شايفه يعني، وده الحقيقه على فكره. هو الجزار عشان هو جاي من غزل المحله والراجل فلاح ومش عارف، مش هيلعب كوره. الا بقى لو هو في فعلا فلته زي مثلا وائل جمعه ولا انا شايف ان هو امكانياته كويسه. يعني امكانياته كويسه، عايز حد بس جنبه يكون بيطلع بكره كويس وهيعمل له ثنائي كويس، والتغطيه بتاعته كويسه، العرضيات كويس، الضغط كويس، التايمنج بتاعه والبريسنج بتاعه كويس. انا شايف ان الجزار يعتبر صفقه كويسه، والمفروض ان هو كان خد فرصه من المدربين اللي قبل كده كان وصل لفورمه كويسه. الباك الشمال فاضي، احنا ما عندناش باك شمال اصلا، احنا ما عندناش باك شمال، وده مشكله الاداره اللي قعدت تفكر في المهاجمين بقى لنا يجي 5 سنين بتجيب مهاجمين بس. طب المدافعين، طب الباكات، الباك الشمال، الباك الشمال اللي انتم مشيتوا معلول ورحتوا جبتوا لنا شويه معوقين. لا حول ولا قوه. فالاداره مسؤوله عن الباك الشمال دي. احنا بقى هنقعد بقى نقضيها بقى مره كريم فؤاد، مره الدبيس، مره مش عارف ايه. هنقعد نقضيها بقى كده لحد ان شاء الله كده باذن الله كده لما ربنا يجي ينفخ في صورتهم ويفهموا ان الباك الشمال ده لاعب في يعني مركز في الملعب لازم يتجاب له حد على مستوى النادي الاهلي يدخل على نص الملعب. مروان عطيه ولا غلطه، ولا احسن لاعب في الاهلي بقاله يجي سنتين. احسن لاعب في الاهلي مستواه ثابت، ما بينزلش عن 7 من 10، 8 من 10، في اسوء حالاته بيبقى 7 من 10. فبيدي لك السبعه 8 اللي انت عايزه، هو مش هيدي لك 10 غير كل فين وفين. بس احنا محتاجين اللعيب اللي زي كده مستواه ثابت، احنا مستوانا زفت خالص. طيب بالنسبه للي جنبه، اللي كان بيلعب جنبه امبارح، كوكا. كوكا اللي قال لهم انا مش هلعب باك شمال، مع ان هو اللاعب الوحيد اللي بيلعب بشماله غير اللعيبه الباكات الشمال المكسحين اللي في المستشفى كلهم دلوقتي.
قال لهم انا مش هلعب باك شمال لان انا ما بعرفش اغطي، ما بعرفش الواجبات بتاع المركز، حتى لما بوصل على الخط ما حدش بيطلعني، وحتى لما بعمل اوفرات ما بعملش اوفرات دقيقه. انا مش هلعب انا يلعبوني في نص الملعب، العبوا في نص الملعب زي ما انت شفت امبارح. الكره متشتته من الدفاع، المفروض ان هو خلاص بقى هو جنب الخط يطلعها بره، قام رادتها لنص الملعب، الواد استلم شاط. اللي عم وانتم بخير. كوكا ده مش مستوى النادي الاهلي، وكان عايز يروح عايز يروح تركيا. امان امان، امان امان يا كوكا، امان امان يا حبيبي. لا العب يا حبيبي، العب كوره الاول في الاهلي وبعدين نبقى نشوف لك عقد. العب كوره الاول، ورينا، ادينا اي حاجه. طيب نطلع قدام شويه. فاحنا عندنا مركز صانع اللعب، عندنا اثنين لعيبه. اول لاعب امام عاشور، وامام عاشور ده مش لعيب كوره في النادي الاهلي، انساه ده يا باشا. ده بضاعه كده احنا جبناها هنقعدها شويه عندنا ونبيعها بسعر كويس نكسب فيها. انما انت ان هو يديك كوره، او هو اصلا في دماغه ان هو يديك كوره وياخد بطولات، وابو تريكه يعني او وليد صلاح الدين او اي صانع لعب قعد على الاهلي قبل كده، لا هو مش هيعمل كده. هو مش هيعمل كده. هو ما بيفكرش في كده اصلا، هو بيفكر في الساحل والستايل والشعر الاصفر والاحمر والمولد والبولت والكلام الفاضي ده. وهو مش ستايل النادي الاهلي، مهما كان لعيب ومهما كان حريف ومهما كان احسن لاعب في مصر دلوقتي. بس ده مش ستايل النادي الاهلي. كان ياما بيجي لعيبه في فرق تانية بنفس الستايل بتاع امام عاشور ده، وكانت هي السبب في خساره الفرق المنافسه، زي شيكابالا، زي ميدو، زي عمرو زكي، زي الجماعه اللي هم الجمال دول. واحنا كان الميزه الوحيده عندنا ان اي لاعب بنحس فيه ان هو من نفس العينه دي كنا بنمشيه على طول. يعني ابراهيم سعيد ده احسن لعيب انا شفته بيلعب كوره في حياتي. لاعب متكامل، قوه وسرعه ومهاره وتسديد ورأسيات وعرضيات ومجهود بيفضل لحد اخر دقيقه يلعب بنفس الريتم وبنفس لعيب كوره. لعيب كوره حلو. لعيب كوره. لعيب كوره. ده احسن لعيب شفته في حياتي. بس عشان موضوع الشعر والحريم والبنات والخمره والكلام الفاضل اللي احنا نعرفه ده، الاهلي قال له باي باي. الاهلي قال له باي باي على طول. مع انه هو كان في فتره كان هو اللاعب الوحيد اللي عندنا خبره. يعني في فتره كده 2000 2001 وبعد ما حسام حسن وابراهيم حسن مشوا، كان ابراهيم سعيد هو ده اللاعب الوحيد. يعني كنا بنحط ابراهيم سعيد وبنبني عليه الفريق. الفريق كله كان كلهم شباب، محمد فضل ومحمد جوده محمد شات المحمدات اللي كانوا طالعين ما بيعرفوش يلعبوا كوره دول. وكنا بناخد بطولات، يعني بناخد كاس مصر باللاعيبه الناشئين بناخد. بس ليه؟ عشان كان في اداره عارفه تتحكم في اللعيب. ويوم لما لقينا لعيب بيتمرق على الاهلي مشيناه. تمام. طيب فده اول لاعب اللي هو امام. ثاني لاعب عندنا في مركز صناعه اللعب هو محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه من ساعه ما جه الاهلي اصلا انا كنت بحبه او كنت عايزه يجي من بيراميدز بسبب حاجه واحده بس، ان هو لعيب كلاسيك 10. يعني بيستلم الكوره وبيوزع الكوره صح، البصير اللي بيعرف يطلع اللعيبه المهاجمين والوينجات. الكلام ده في الاول، بعد القضيه وبعد الشهره وبعد الكبده الجملي بقى والكلام الفاضي اللي هو دخل فيه ده، ما لقيناش محمد مجدي قفشه. وده بسبب ايه؟ برضه بسبب ان الوينجات اللي عندك هم طاهر، محمد طاهر واللاعيبه الكسر اللي كانت عندنا دي، اللي هو محمد مجدي قفشه اول ما بيستلم الكوره ما بيلاقيش حد بيجري له اصلا، كله بيتنح له وبيستنى كوره في رجله. الاول لما كان عندنا صانع لعب او عامه صانع لعب او الكلاسيكي، اللاعب رقم 10 كلاسيكي، ده اول حاجه بيقولها المدرب للفرقه: اللعيب ده اول ما تجيله الكوره اجري. حتى انت لو تسمع محمد بركات لما يقول لك اول ما ابو تريكه بيستلم الكوره انا بجري ناحيه الجول. في اي مكان انا في الملعب بجري ناحيه الجول وانا عارف ان الكوره هتجيلي. فده الصح، ان هو اللاعب رقم 10 الكلاسيكي اول ما بيستلم الكوره كله بيفتح على طول بيجري ناحيه الجول على طول. انت وحظك بقى، لعبها لليمين لعبها للشمال لعبها للمهاجم، بس هو بيلعب الكوره بالمقاس. انما ان انا اكون لاعب رقم 10 استلم الكوره ابص حواليا الاقي كله متنح لي باصص لي. طب ما انا هسلم الكوره للي جنبي او هحاول ان انا الف او احتفظ بالكوره شويه لحد ما انت تجري. طب احتفظ بالكوره وانا جسمي صغير، الاقي اتنين تلاته كبسوا عليا من اللعيبه الغشام ياخدوا مني الكوره فببان شكلي وحش. انما محمد نفسه او محمد مجدي قفشه نفسه لعيب كوره كويس. غير كده بقى ان هو اصلا لعيب اهلاوي، عنده دم بيحب الاهلي او بيلعب بغيره شويه عن عن اللعيبه التانيه اللي جايه من الزمالك او اللي جايه من بره. وغير كده بقى ان هو صاحب القضيه، يعني يعمل اللي هو عايزه، هو صاحب القضيه.
طيب نخش على اللعيبه الونجات. الونجات عندنا مترتبه زي ما هقول لك كده بالظبط. اول واحد فيهم او اعلى واحد فيهم هو حسين الشحات. اي حد عنده راي تاني معلش يركن جنب الحيطه شويه. حسين الشحات قبل ما نتعاقد مع زيزو كان اعلى وينج في مصر. مهاره، واحد لواحد بيعدي، سرعه، ذكاء. الذكاء ده على فكره مطلوب، يعني ان انا اكون لاعب كوره سريع وقوي مهاري كويس، بس ممكن اعمل كده وفي الاخر ابقى شيكابالا. ممكن ابقى ذكي اللي هو فينيشر كويس، بتحرك كويس، باخد لعيبه معايا، بعرف اتحرك كويس في الملعب، وارقامي كانت كويسه لحد ما انت رحت عملت صفقه كده النسا بتاعت زيزو اللي ما ادالكش بجنيه او ما حللش جنيه من الفلوس اللي هو خدها. وزيزو طبعا جه ركب، ما اعرفش ليه، مع ان لو انت بصيت على ارقام حسين الشحات السنه اللي قبل ما زيزو يجي هتلاقي اعلى من ارقام زيزو، مع ان زيزو مسدد ضربات جزاء. يعني المفروض كل ماتش، وطبعا انت عارف الزمالك يعني اللي هو كل ماتش ضربه جزاء لزيزو وما بيضيعش كل كره تك تك تك، وما ضيعش غير لما انا شجعته في ماتش، في ماتش السنغال. ما ضيعش غير الكره دي، هي دي الوحيده اللي انا فاكر ان زيزو ضيعها بس، عشان احنا كنا محتاجينها بس كمصريين يعني. انما زيزو غير مفيد، لاعب غير مفيد على الاطلاق. ثاني لعيب بعد حسين الشحات في الترتيب هو اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي من 5 سنين غير اشرف بن شرقي دلوقتي. اشرف بن شرقي من 5 سنين كان لاعب سريع، لاعب قوي، مع انه هو جسمه مش لا، لاعب قوي على كوره، بيدحر في كل كوره، بيمسك الكوره بيرقص واحد واثنين وبيروح ناحيه الجول، ياخد الكوره بيلعب زمايله لانه حريف. انما دلوقتي السن بيحكم، اللياقه ما عادتش زي الاول، ما عادش بيكمل الماتش لحد الاخر، ما عادش بيفتح سبرنتات قويه مع انه كان لاعب سريع. ما عادش واحد لواحد، ما عادش بيعرف يعدي زي الاول. كل فين وفين على ما بتجيله كوره بيعرف يتحرك فيها. لو اللعيب او لو الفرقه عامله زون ديفنس هو ما بيعرفش يكسر الموضوع ده الفتره دي. كان الاول زون ديفنس اللي كان بيعمله اي فريق لما كان بيلعب في الزمالك، كان هو بيعرف ياخد واحد والتاني وبيعرض وبيعمل الشغل بتاعه. انما طبعا مع البطء اللي هو وصل له طبعا ما بتاخدش منه اي حاجه. وده تاني وينج بالنسبه للوينجات اللي عندنا كلها. ثالث وينج عندنا في الاهلي هو احمد السيد زيزو. واحمد السيد زيزو ما بتاخدش منه غير حاجتين اثنين، يا اما عرضيه كويسه يا اما انطلاقه كويسه. فانطلاقه وعرضيه ده اللي ممكن تاخده منه. هتاخد منه واحد لواحد لا، هتاخد منه مهاره او حاجه عكس المتوقع لا. هو لعيب نمطي، بيستلم الكوره بيجري بيرفع بس. انما استنى منه ان هو يعمل لك فارق او ياخد الكوره من نص الملعب يرقص واحد والثاني والثالث ويروح ناحيه الجول لا، هو بيجري بالعرض اصلا. ده مشكله، ده مشكله. والمشكله الاكتر ان هو كمان ما بيلعبوهوش وينج، ده بيلعبوه نص ملعب. نص ملعب اللي هو اللعيب اللي المفروض ان هو بياخد الكره بيسلمها، بياخد الكره بيسلمها. اسرع لعيب ممكن يسلم الكره هو لعيب نص الملعب. ما بيحتفظش بالكره اكتر من كده، لان هتلاقي الملعب كله ضغط عليه واتاخدت منه الكوره. احمد سيد زيزو من اللعيبه اللي بتاخد الكوره بيحب يمشي بالكوره درجين درجين يعني. فانت هتديه، هتلعبه لي في نص الملعب، هيمسك الكوره ياخد الكوره من اليمين للشمال، اوه جمل. بعدين يوصلها للاعب اللي قدامه ما بيصلوش. هو ما بيبصيش احمد سيد زيزو، ما بيبصيش الكوره كده زينا، لا ده بياخد الكوره يفضل ماشي بيها لحد ما يحطها قدام رجل اللاعب اللي قدامه بس. انت هتحطه في نص الملعب انت خسرته، خسرت 100% من احمد سيد زيزو. حطه وينج واستنى كل فين وفين على ما يعمل انطلاقه وعرضيه. المشكله الثانيه بقى ان انا اصلا ما عندناش مهاجم مميز في الرأسيات، اللي هو حتى لو احمد سيد زيزو عمل العرضيه مين اللي هيطلع يحطها؟ قول لي انت مين اللي هيحطها؟ طيب. طيب ده ثالث وينج بالنسبه للترتيب بتاع. طبعا طاهر محمد طاهر ايدك منه والقبر زي ما انا قلت لك في اول الحلقه و... وبس على كده انت كده عندك اثنين وينجات وهتبدل فيه. جالك بقى جديد سفيان بن جديده ومنصف بكراء. طبعا انا لسه ما نعرفش عنهم حاجه، او ما يعني كل اللي شفناه ليهم مش متابعه ان انت تشوفه في ماتشات كامله او تشوف هو بيعمل ايه. انت بتشوف هايلايتس تبدا اللعيب ده كويس وخلاص. بس انا اللي انا شايفه ان هم يجي منهم، يعني يجي منهم بس يتوظفوا صح، زي مدرب كويس يقف على الخط يوجههم صح، ان شاء الله يجي منهم. يعني انا متوسم فيهم خير ان شاء الله. وهم احسن من اللي كانوا موجودين او اللي كانوا مهاجمين الاهلي قبل كده، محمد شريف والذي منه. كلهم طبعا مش احسن من وسام ابو علي، لان وسام ابو علي ده حاله خاصه وجت وعدت علينا كده، وجه في حتى في مرحله الاهلي فيها كله مش كويس، بس وسام ابو علي كان شايل الفرقه لوحده. هو وامام عاشور كان عملوا موسم، هم شالوا الفرقه خدوا بينا الدوري، وهم الاثنين بس اللي كانوا في الفريق. تمام.
ده بالنسبه لتقييمي لكل اللعيبه اللي موجوده في سكواد الاهلي الفتره اللي جايه. اتمنى ان احنا نعمل حاجه مختلفه مع عموده. بتمنى يعني مش بتوقع، لا انا بتمنى. انما توقعي ان هو زيه زي اللي قبله زي اللي قبله زي اللي قبله. ان انت بتنزل، انت النادي الاهلي بتنزل كل الفرق اللي قدامك بتلعب زون. لو انت ما عندكش حلول تكتيكيه في الملعب تفك بيها الضغط، او تفك بيها التكتل، انت هتتعب جامد على ما تسجل اهداف. وغير كده بقى ان انت كمان لو فرقه منظمه بتعرف تطلع بالكره صح، هتحرجك جامد زي ما عملت انبي امبارح في ربع ساعه. انا مش متخيل ان انت بقى يعني اول ربع ساعه في الدوري بيدخل فيك جونين. اول ربع ساعه في الدوري الاهلي كان بيقعد بالنص موسم ما يدخلش فيه غير جون او جونين. انت كنت بتطلع ب 15 20 كلين شيت ورا بعض. انت رحت فين؟ انت رحت فين؟ انت رحت فين؟ انت بقيت اي لاعب عليه ضجه او زي ما تقول بيتشهر في مصر، انت بتجري وراه وفي الاخر بيتاخد منك. بلاقي بيراميدز بيصرف اكتر منك، بلاقي مع ان المفروض العكس. يعني المفروض انت النادي الاهلي غول افريقيا، يعني النادي الاهلي المصري الافريقي، يعني انت مركب. انت المفروض ما فيش لعيبه من اللعيبه الممتازه تعدي منك. غيرك بيدفع اكتر، لا انت تدفع اكتر، انت معاك فلوس. من عبق التاريخ حاضر المجد ينادي، عبر الأجيال يبقى الأهلي فوق العادة.